إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج. هذا الحديث عباد الله ذكر فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بعض أشراط الساعة التي تدل على قربها، ومما ذكره صلى الله عليه وسلم كثرة الزلازل. والزلازل يا معاشر المسلمين هي رحمة وآية وتذكرة. أما كونها رحمة فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبو داود. أي أن أمته عليه الصلاة والسلام تجازى بأعمالها في الدنيا بالمحن كالزلازل يا عباد الله. ولكن معاشر المسلمين، هذا باعتبار الأغلب، فإن بعض المؤمنين يعذبون فيدخلون نار جهنم. وأما كون الزلازل آية فهي بتقدير الله عز وجل التي تدل على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. وهذه الآية يا عباد الله يخوف الله جل وعلا بها عباده، كما قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده كما يخوفهم بالكسوف وغيره من الآيات. وأما كون الزلازل تذكرة، فإن الزلزال يا عباد الله الذي يكون في الدنيا يذكر بالزلزال الأكبر الذي يكون يوم القيامة. فالزلازل يا عباد الله تذكر العبد بيوم القيامة ويوم الحساب. فإنه إذا نفخ في الصور ارتجت الأرض وارتجفت وتزلزلت يا عباد الله زلزالا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأرض يا عباد الله إذا تزلزلت في دنيانا فإن هذا الزلزال يذكرنا يا معاشر المسلمين بالزلزال الأكبر الذي يكون يوم القيامة، الذي بعده يصدر الناس ليحاسبوا على أعمالهم، يقومون من قبورهم لله رب العالمين. وفي كتاب الله عز وجل سورة عظيمة يا عباد الله فيها تذكرة للعبد، لأن الله جل وعلا قد ذكره بزلزال الأرض يوم القيامة. سورة عظيمة يا عباد الله فيها تذكرة للعبد المؤمن ليحرص على مراقبة الله عز وجل والابتعاد عن المحرمات والمعاصي. إنها سورة الزلزلة التي يقول الله جل وعلا فيها:
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول ربنا جل وعلا في مطلع هذه السورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، يخبر ربنا سبحانه وتعالى عما يكون عند قيام الساعة. الأرض تزلزل يا عباد الله، ترجف الأرض وترتج وتضطرب وتتزلزل يا عباد الله، وتتزلزل زلزالا كما قال سبحانه وتعالى حتى تندك الجبال وتستوي التلال فتكون هذه الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، الأرض يا عباد الله تخرج أثقالها، تخرج ما في بطونها، تخرج المقبورين وتخرج الكنوز وغير ذلك يا عباد الله، فإنها تخرج الناس من باطنها فيقومون من قبورهم لله رب العالمين كأنهم سكارى وما هم بسكارى. قال سبحانه وتعالى وقال الإنسان ما لها. يتساءل الإنسان حين يرى معتر الأرض من الأمر العظيم، يتساءل هذا السؤال ما لها، ما للأرض قد تغيرت، إنها قد اضطربت بعد أن كانت مستقرة وأخرجت ما في بطونها بعد أن كانت له ساترة. يتساءل العبد يا عباد الله عن حال الأرض وسبب تغيرها لأنه يرى أمرا عظيما. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أكبر يا عباد الله، هذه الأرض التي نعيش عليها يوم القيامة تحدث أخبارها، تشهد بما عمل عليها، تشهد على العباد بما عملوا عليها من خير وشر، وهي تشهد يا عباد الله بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها. فيا ابن آدم إن الأرض التي تمشي عليها اليوم ستشهد عليك يوم القيامة بما عملت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا ما يجعل العاقل ينكف عن معصية الله، لا يعصي الله عز وجل على أرض الله سبحانه وتعالى، لأن الأرض التي عصيت عليها ربك جل وعلا ستشهد عليك يوم القيامة بقبيح عملك يا عبد الله، تشهد عليك بقبيح عملك والله المستعان. فتكون الأرض من جملة من يشهد عليك يوم القيامة. الله عز وجل يسمعك ويراك ويشهد عليك وكفى بالله شهيدا. الملائكة الحفظة يكتبون عملك ويشهدون عليك كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. جوارحك يا عبد الله تشهد عليك بما عملت، فهي شاهد عليك من نفسك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. نعم يا عبد الله، هذه الأرض تشهد عليك بما عملت عليها، تشهد عليك بما عملت عليها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. الناس جميعا يا عباد الله يصدرون يوم القيامة أشتاتا فرقا، يساقون إلى أرض المحشر، يصدرون إلى فرقتين كما قال بعض أهل التفسير: الكافرون والمنافقون، هؤلاء فرقة، والمؤمنون فرقة. يصدرون يا عباد الله إلى أرض المحشر للحساب والجزاء على الأعمال. يومئذ يا عباد الله يساق الناس إلى أرض المحشر ليروا أعمالهم ويحاسبوا على أعمالهم، ثم يرى كل واحد جزاءه على عمله. والناس يا عباد الله في الحساب مختلفون. من الناس يا معاشر المسلمين من لا يحاسبه الله عز وجل ولا يعذبه. هؤلاء يا عباد الله يدخلهم الله جل وعلا الجنة بغير حساب ولا عذاب.
هؤلاء هم الخلص من المؤمنين الذين عظم توكلهم على الله عز وجل وحققوا توحيد الله سبحانه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. ومن الناس يا عباد الله، ومن الناس يا عباد الله من يستره الله عز وجل ويلقي عليه كنفه، يقرره بأعماله إقرارا: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، يعرض عليه عمله عرضا حتى يرى ذلك العبد أنه قد هلك، ثم يقول الرحمن الرحيم الغفور بعباده: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، فلا يفضح يوم القيامة يا عباد الله. هذا هو الحساب اليسير، حساب العرض يا عباد الله. ويا سعادة من كان كذلك إن لم يكن ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن الناس يا عباد الله من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. يقال له: أنعم عليك بكذا فما عملت، يوم كذا عملت كذا، لما عملت كذا. يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب، وهذا هو الحساب العسير يا عباد الله. ومن الناس من يفضح يوم القيامة فضحا، يفضح يوم القيامة فضحا على رؤوس الخلائق. نسأل الله جل وعلا أن يسترنا. يفضح يا عباد الله، وعلى رأس هؤلاء الكفار والمنافقون، فإنهم يفضحون يا عباد الله، يفضحون يا عباد الله على رؤوس الأشهاد. وبعض عصاة المؤمنين يفضحون كذلك يا معاشر المسلمين. الغادر الذي كان يغدر بالناس يعقد له لواء عند إسته فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، فيفضح يا عباد الله. والمراؤون بأعمالهم يفضحون يوم القيامة. والرجل المعدد الذي تزوج بأكثر من امرأة ولم يعدل بينهم فيما يملك يأتي شقه مائلا يفضح يوم القيامة. والذي اغتصب الأرض بغير حق يا عباد الله يطوق من 7 أراضين فيفضح يوم القيامة. هؤلاء يا عباد الله يقومون يوم القيامة مفضوحين. نسأل الله جل وعلا أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ثم إذا صدر هؤلاء يا عباد الله للحساب ويروا أعمالهم، يرون جزاء أعمالهم، الله عز وجل يريهم أعمالهم الحسنات والسيئات ثم يريهم جزاءهم موفورا. والناس يا معاشر المسلمين على قسمين: شقي وسعيد. أما السعيد نسأل الله جل وعلا أن نكون من هؤلاء الذي يؤتى كتابه بيمينه ويقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، ثم يساق إلى الجنة، يساق إليها في غاية الإكرام. وأما الشقي يا عباد الله الذي يدعو ثبورا ويعطى كتابه بشماله مغلولة من وراء ظهره ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يساق إلى نار جهنم في غاية الذلة والإهانة، يساق على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ولتعلموا يا عباد الله أن ما عملتم في هذه الحياة الدنيا ستلقونه يوم القيامة ولو كان العمل قليلا. ولهذا ختم الله عز وجل سورة الزلزلة بقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من يعمل مثقال ذرة، والذرة يا عباد الله هي صغار النمل، لا تزن كأنها لا تزن شيئا يا عباد الله. أي ولو كان العمل قليلا من خير أو شر تراه يا عبد الله يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أما الكفار يا معاشر المسلمين فإنهم لا يرون يوم لقاء الله عز وجل إلا ما عملوا من أعمال الشر، وأعمال الخير التي عملوها في الدنيا يعجل لهم الجزاء في دنياهم. أما في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالكافر يا عباد الله لا يرى شيئا من الأعمال خيرا قد عمله، فلا يرى يوم القيامة إلا العمل السيء الذي عمله، والله المستعان.
أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأن عمله لم يكن لله، لم يخلص في عمله لله، ولم يكن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المؤمن فإنه يا معاشر المسلمين يرى عمله الصالح كاملا غير منقوص يوم لقاء الله عز وجل. وأما ما عمل من شر فالله عز وجل الرحمن الرحيم بعباده المؤمنين فتح لهم بابا عظيما للتدارك، يغفر لهم ذلك الشر الذي عملوه. قد يغفر لهم يا عباد الله ذلك الشر الذي عملوه، لأن ربهم جل وعلا قد فتح لهم أبوابا عظيمة للمغفرة، وأعظم هاته الأبواب وخيرها وأوسعها مغفرة الله عز وجل لعبده. العبد يفعل ذنوبا ويلقى الله جل وعلا بها فيكرمه الله ويرحمه ويغفر له ذنوبه. ومن هاته الأبواب الاستغفار والتوبة، فيتوب العبد إلى ربه جل وعلا من الذنب الذي عمله، وهذا من حرصه على أن يلقى الله جل وعلا بالعمل الصالح الخير الذي يسره، وأن لا يلقاه بعمل سيء، فإن لم يغفر له عمله الذي هو من الشر يا عباد الله فإنه يلقاه يوم القيامة ويكون في ميزانه يوم توزن أعماله ووجدوا ما عملوا حاضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الزلازل التي تقع في الدنيا تذكرنا بالزلزال الذي يكون عند قيام الساعة. وسورة الزلزلة سورة عظيمة يا عباد الله، فيها تذكرة وعبرة لمن تدبرها إذا قرأها، وما أكثر من يحفظها من أهل الإسلام. فإذا قرأتم سورة الزلزلة فتدبروها يا معاشر المسلمين، فإن فيها خيرا عظيما. ومن الخير الذي يجده العبد إذا قرأ سورة الزلزلة أنها تدعوه إلى مراقبة الله عز وجل، ما يجعله مسارعا إلى الخيرات، سباقا إلى الطاعات، منزجرا عن المعاصي والمنكرات. نعم عباد الله، الذي اتعظ بهذه السورة وحرص على هذا الأمر العظيم كان مجتنبا حتى للذنوب الصغار، لأنه يعظم يا عباد الله، يعظم من عصى ولا ينظر إلى صغر الذنب، لأنه يا عباد الله ينظر إلى ذلك اليوم العظيم الذي يلقى فيه ربه جل وعلا، يوم يصدر مع الناس أجمعين ليروا أعمالهم فيرى عمله كاملا غير منقوص. يخاف يا عباد الله أن يكون في عمله العمل السيء حتى ولو كان قليلا حقيرا قد استهان به في دنياه لكنه لم يغفر له، فيراه يا عباد الله في صحيفة عمله، ويراه يوم توزن الأعمال. العبد الذي تذكر واتعظ وتدبر سورة الزلزلة يكون حريصا يا معاشر المسلمين على ترك الذنوب صغيرها وكبيرها، حريصا على التوبة إلى الله عز وجل، فإنه يحاسب نفسه، فإن رأى من نفسه خيرا تعمل الصالحات شكر الله عز وجل وسأل الله القبول والمزيد من التوفيق، وإن رأى من نفسه عملا سيئا حرص وبادر على التوبة واستغفر الله جل وعلا استغفارا صادقا، لأنه يخاف من ذنوبه حتى الصغيرة. شؤمها يا عباد الله عظيم في دنياه وأخراه، ما دعاه إلى الخوف منها والحرص على تركها والإكثار من الصالحات التي تكفرها، وأعظمها التوبة النصوح إلى رب العزة والجلال التي يقبلها ويحب أهلها ويفرح بهم سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا،
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين يا غفور يا رحيم. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.